فيلمنا النهاردة بيبدأ بكارثة طبيعية بتحصل على كوكب الأرض، فبتخلص على أغلب الناس وما بيتبقاش غير قبائل بدائية جدا بتعيش بقى وسط وحوش متحولة، وبيحاولوا يتجنبوهم طول الوقت عشان ما يتصابوش بأي أمراض أو طفرات جينية كده ولا كده. بنقابل هنا سافان، واحد من الناس دول، وبيبقى قاعد يصطاد حاجة يرم بيها عظمه، وبيبقى متحدد لشباب القبيلة المناطق اللي يصطادوا فيها وما يطلعوش براها، وإلا القبيلة كلها هتتعرض للخطر من المخلوقات الغريبة دي اللي موجودين حواليهم. فبيبدأ سافاني يتضايق ويتري على قوانين الصيد الغريبة دي، وبيخرج بره المناطق يقولك ها، مين يقدر عليا، أنا جامد جدا. وهنا بنقابل شخصية جديدة واللي هو زعيم القبيلة يوري، أو الحاج أبو سافان، واللي بيقفش ابنه وهو بيكسر القوانين. فبيفضل يزعله وبيقوله إن القبيلة هتنتهي على إيدك، أنا عارف أنت اللي هتجيب ظرافها. بس سافان بيقوله يا حاج واحد الله بس، ده احنا بقالنا أسبوع عايشين على التوت وورق الشجر، سيبني بقى أشوف شغلي وأنا هثبت لك إني قدها، أي سوير يا حاج. فبيديله الحاج يوري فرصة وبيسيبه يصطاد في المكان اللي هو عايزه. وبعد شوية سافان بيقابل واحد اسمه كالب، وبيبقى قاعد مراقب حيوان عشان يصطادوا، بس يوري بيقول لهم خلاص يلا نرجع القبيلة عشان كده خطر علينا. بس لما بيسمعوا صوت حيوان قريب منهم بيخليهم يروحوا يدوروا على الحيوان ده، بس بيتفاجئوا لما بيلاقوه وحش مش حيوان زي ما كانوا متخيلين. فبيتحدوا مع بعض وبيقتلوا الوحش، وبيفكروا يخلصوا عليه حتى لو كان أضخم منهم بمراحل. وبعد كده يوري بيقول لسافان إن كالب حد شجاع وقوي ولازم يبقى معاك في أي وقت هتصطاد فيه. فأخينا سافان بقى ما بيعجبوش الكلام ده، لكن ما باليد حيلة ولازم يسمع كلام الزعامة. وفجأة بيطلع عليهم واحد صاحبه من القبيلة وباين قوي إن الوحوش حطت عليه، وقتها بيبقوا لازم يخلصوا عليه قبل ما يهجم عليهم. لكن ما بيهونش على سافان، بس قبل ما يفكروا كتير بيلاقوا رمح جاي من نص الغابة وبيرشق في صاحبهم المتحول ده وبيموت فورا. طبعا سافان بيتضايق جدا على صاحبه اللي مات، لكن حصل خير. وبعدها بياخدوا بعضهم ويرجعوا القرية زي ما كانوا، بس ما بياخدوش بالهم من واحد كده اسمه أمل بيبقى واقف يراقبهم من بعيد. ولما بيوصلوا القرية بنقابل دوريال صاحبة سافان، وبتبقى مبسوطة بيه جدا وبشجاعته واللي عمله في الوحش من شوية. وكالب بقى بيبقى واقف بيبص عليهم وغيران من علاقة سافان بدوريال. فبتيجي ميرو أخته بتتضايق وبتقوله إنه ملوش أي فرصة مع دوريال فما تحاولش وبطل تغل منها ها. في نفس الوقت يوري بيبقى واقف مع كبار القبيلة وبيقولهم إنهم لازم يغيروا مكانهم لأن الوحوش كل مادة بتقرب منهم أكتر، بس كلهم بيرفضوا وبيقولوله يعني إحنا عايشين هنا طول السنين دي وهنيجي دلوقتي نخاف؟ ها يا عم اجمد كده وسيبها على الله. فبيجي مين؟ كالب يقطع كلامهم ويقول لهم إنهم لازم يكافحوا زي ما أبوه جارت عمل، بس بيتريقوا عليه وبيقولوا له يعني هو أخد إيه؟ ما هو مات في الآخر، ضربت في عينه إيه قتلته. بس كالب بيصمم على رأيه وبيقعد مع أخته وبيقنعها تمشي معاه من القرية. بس حتى ميرو بتبقى شايفة إنه بيقول أي كلام، فبيقول لها بصي براحتك وبيمشي قموص قوي. وهو ماشي كالب بيلاقي مجموعة وحوش في طريقهم للقرية، فبيقرر يرجع لهم بسرعة عشان يحذرهم من الوحوش اللي بتقرب دي. بس الوحوش بتوصل قبله وبيبدأوا يهجموا فعلا على القرية، بس القبيلة بتبقى مستعدة وبتقوم بأسلحتها عشان تخلص على الوحوش دي. وبتحصل مجزرة بين الفريقين، وبنلاقي قبيلة قدرت تقتل عدد لا بأس يعني من الوحوش، لكن للأسف عددهم بيبقى لسه كتير، عدد في الليمون يا صاحبي. فبيتدخلوا بقى مين؟ كبار السن وأي حد مش هيقدر يحارب في كهفه عشان إيه؟ يحموهم من خطر الوحوش. وفي نفس اللحظة سافان بيبقى بره وشاف أبوه بيتاكل وبيموت قدام عينه. ووقتها بقى كله بيدخل الكهف مع كبار السن وبيقفلوه وراهم، وبيسيبوا مين؟ سافان ودوريال وكالب بره مع الوحوش. مش جدعانة دي يا رجالة. فبتتعرض بقى دوريال للهجوم، فبيروح كالب بكل بسالة وشجاعة مفرطة عشان ينقذها. ولما بينقذها وخلاص بتبقى في أمان بتجري على سافان وتحضنه،
ولا كأن كالب موجود أساسا. يا صاحبي تاني مرة سيبها تتاكل، حلال فيها أنا بقولك. وبعدها هما التلاتة بيستخبوا ورا صخرة كده، بيراقبوا الوحوش وهي بتحوم حوالين الكهف عشان تدخل. هو ساعتها سافان بيبقى عايز يهجم على الوحش ويقتلهم، بس كالب بيقوله لا طبعا احنا لازم نمشي من هنا ونشوف حد يساعدنا. ودوريال كمان بتبقى رأيها من رأي كالب، وبتبقى عايزة تمشي أحسن عشان بالشكل ده هيموتوا وش. فبيطواهم سافان أخيرا وبيمشوا من المكان اللي هما فيه، وبيفضلوا ماشيين في الغابة شوية لحد ما بيوصلوا عند نهر كده. وبرضه عمنا أمل ده بيبقى قاعد لهم وبيراقب لهم، وهم مش عارفين إنه عايش أصلا. بعد ما بيوصلوا سافان بيلاقي كتاب في شنطة كالب، وبيبقى اللي هو إيه الموضوع ده، وبيسأل كالب عن الحاجة الغريبة قوي اللي لقاها في شنطته. فبيشرح له كالب إن ده كتاب أبوه كان مديهوله عشان يتعلم القراءة، واللي هي حاجة محدش يعرف يعملها في القبيلة بحالها أساسا. ووسط الكلام بيطلع عليهم وحش متحول وبيقول لهم السلام عليكم. فبيطلعوا يجروا بسرعة وبيروحوا مكان بعيد شوية، لكن برضه ما بيسلموش من الوحوش. هي كده الوحوش يا صاحبي، تطلع لك في وسط اللحمة اللي أنا بقوله ده. يلا نكمل. وبيطلع عليهم واحد تاني، بس سافان ما بيبقاش عايز يقتله أول ما بياخد باله إن ده يوري أبوه. لكن وقتها أخيرا بنلاقي أمل، لا هو اسمه أمل، خرج عشان ينقذ سافان وبيقول له ما تنساش إن اتحول وبقى وحش. وبعدها بنلاقي كان يعرف أمل أبو كالب، وبيسألهم إذا مناخيرهم بتنزف ولا لأ، عشان العدوى بتتنقل عن طريق النفس، مش لازم الوحوش تهجم عليهم. وكمان بيقول لهم إن العدوى عن طريق النفس أصعب وأبطأ بكتير من العض اللي بيبقى سريع. وبيقول لهم إنه متحصن ضد الإصابة بالعدوى دي بعلاج معين. وبياخدهم أمل كده بعد كده لبيته، وبيخليهم يعدوا من نهر كده. وبيقول لهم إن الوحوش دي بتكره المية قوي يا صاحبي، وعشان كده مفيش ولا واحد حتى قدر يوصل لبيت أمل. وفي البيت أمل بيعرفهم على ابنه بيرسك ومراته نينا، واللي بتبقى متضايقة إن أمل اتهور وجاب ناس غريبة البيت يمكن يكونوا متحولين. بس أمل بيقول لنينا تبقى محضر خير وتلم الليلة عشان ما يخبطهاش بحاجة في دماغه. وهم قاعدين يتغدوا مع بعض، أمل بيقول لهم إن كل اللي حصل ده ما كانش عقاب من ربنا زي ما الكل كان فاكر، وإن كل ده كان بسبب إن في ناس حاولت ترجع كائنات منقرضة للحياة من تاني. وهما بيعملوا كده بقى طلع معاهم فيروس هو السبب في التحول والإصابة. والعلاج المضاد للكلام ده هو مسحوق لونه أصفر كده، واللي اخترعه أبو كالب قبل ما يموت. وده عشان هو الوحيد اللي كان بيعرف يقرأ وقدر يلاقي العلاج. بس للأسف المسحوق الأصفر ده ملوش أي لازمة لو الشخص اتحول بالفعل، أما المصابين فممكن يتلحقوا بالعلاج. ووسط ما هما بيتكلموا أمل بيقول إن جاريت مات وملحقش يودي العلاج للقرية بعد ما اخترعوا، وإن في واحد اسمه غاجين سرق العلاج وأخده لنفسه ومش بيديه لأي حد. إيه الوطيان ده يا صاحبي؟ فبيقولهم إن دلوقتي مهمتهم إنهم يروحوا المكان اللي غاجين عايش فيه ويحاولوا يرجعوا العلاج أو يشوفوا طريقته، ويحاولوا يعملوه بمساعدة كالب اللي معاه الكتاب وبيعرف يقرأ زي أبوه. فبيوافق سافان وكالب ودوريال فورا، وساعتها الليل بيبقى ليل والكل بينام عشان يبدأوا رحلتهم تاني يوم. وفي نص الليل نينا بتسمع دوشة بره، فبتقوم تقفل الباب من جوه عشان تمنع أي وحش إنه يدخل، على أساس يعني إن هو هيستأذن. يعني إيه العالم الهبلة دي؟ وفي القرية بالله الوحوش سيطروا على المكان كله وأخدوا أسلحة القبيلة اللي ماتت، وبدأوا يكسروا مدخل الكهف ويوصلوا الباقيين. وقتها ميرو بتبقى خايفة وبتسأل شيخ القبيلة هيعملوا إيه، فبيقول لها إن ما قدامهمش غير الدعاء والصلاة إن ما يحصل لهمش حاجة. بس هنا بنقابل واحد اسمه ريمي بيقول لهم بصوا يا جدعان، هو ونعم بالله وكل حاجة بس لازم نعمل حاجة. فبيقوم يلم صخور كتير ويرصهم عند باب الكهف الخلفي. فبيقوم واحد من القبيلة يقول لريمي إن اللي بيعمله ده بيخالف إرادة ربنا. فريمي بيقول له خلاص خليك مكانك انت مالكش دعوة، لكن بيقوم يشتغل معاه برضه وبينضم ليهم واحد تالت اسمه يومك يساعدهم في الحفر. ولما بيحفروا حفرة كبيرة 9 شخص بتعدي ميرو منها وبتلاقي نهر صغير فبتنزل تعوم فيه عشان تشوف آخره فين. بس ميرو بتطلع من النهر بسرعة وبتخاف عشان بيلزق على جسمها كائنات طفيلية، وساعتها كلهم بيساعدوها وبيشيلوا الكائنات دي من على جسمها. فبتهدى ميرو أخيرا وبتقول إنها قطعت مسافة كبيرة في المية ومش هينفع يستسلموا دلوقتي. وفي نفس الوقت
باقي القبيلة بيبقوا قاعدين يراقبوا المتحولين من فتحات موجودة في باب الكهف، فبيقرب منهم وحش وبيحاول يدخل ايده من تحت الباب، بس بيقدروا يقتلوه بسرعة. لكن وقتها بنلاقي شيخ القبيلة بينزف من مناخيره، وده معناه ايه؟ انه اتصاب بالعدوى من الوحش. وبنلاقي يومك وهو كمان العدوى صابته، بس ساعتها يومك بينزل المية مع ميرو وريمي، وبيعدوا لحد ما بيوصلوا لنفق بيطلعهم لبره الكهف. فبيطلعوا بس بيتفاجئوا ان في وحش في اخره، فبينزلوا بسرعة. ووقتها يومك بيقع ورجله بتتكسر. الف سلام عليك يا ابا. وقتها ريمي وميرو بيبقوا عايزين يساعدوه عشان يقوم، بس يومك بيقول لهم انه مش عايز حد يساعده، والأحسن انهم ما يأخروش نفسهم ويمشوا أحسن، لأن الوحوش بتبقى نازلة لهم. وبيفضل يومك كده قاعد لحد ما الوحوش توصل عنده وتاكله، والاتنين التانيين بيقولوا يا فكيك. بس بعد ما الوحوش بتخلص على يومك بيروحوا ورا ريمي وميرو، لكن الاتنين بيرجعوا للنهر تاني. وزي ما احنا عارفين الوحوش بتكره المية ومش بتقرب منها، فبيرجعوا زي الكلاب تاني عادي. وبعد كده بيرجع ريمي وميرو للكهف، بس بيلاقوا القبيلة كلها مصابة وكلهم عندهم أعراض العدوى. وقتها كلهم بيبقوا حاسين بعذاب وعايزين حد يخلصهم من اللي هم فيه، بس ريمي ما بيقدرش يعمل حاجة، فبتاخد ميرو الرمح عشان تموتهم بيه وترحمهم من اللي هم حاسينه. وبنروح لأمل تاني يوم الصبح، وبياخد سافان ودوريال وكالب في المركب بتاعه وبيطلعوا بيه عشان يدوروا على العلاج. ودي بتبقى أول مرة للتلاتة إنهم يجدفوا أو يركبوا مركب أصلا، وساعتها بيطلع عليهم شوية وحوش، فبيجدفوا أسرع وبيبعدوا عشان الوحوش تخاف وتبعد. وبعدها أمل بيفضل يحكي لهم عن ناس كانت عايزة تاخد العلاج قبل غاجين، بس ابن الإيه عملها قبلهم. وبيقترح أمل عليهم إنهم يولعوا منارة للناس دي عشان يعرفوا ويجوا يساعدوهم. وأول ما بيوصلوا الشط وبيعملوا كده فعلا بنلاقي وحوش قربت عليهم بدل الناس، فأمل بيفضل يحاربهم لوحده وبيقول للباقي يجروا بسرعة. بس كالب ما بيبقاش عايز يسيبه وبيبقى عايز يساعده، لكن سافان فاهم خطورة الموضوع وبيبعد كالب وبيقول له ابعد عن الشر وغنيله. وبياخدوا بسرعة للمركب ومعاهم دوريال. أما أمل فبيفضل يخانق في الوحوش لحد ما بيقع في الحفرة، وبيدخل له واحد من الوحوش بس أمل بيقتله بالرمح بتاعه، وبيفضل محبوس في الحفرة هو والوحش اللي قتله. في نفس الوقت الناس اللي كانوا مقصودين بالمنارة شافوها بالفعل وكانوا في طريقهم لأمل والباقي، بس التلاتة بيبقوا أخدوا المركب وقالوا يا فكيك. وفي المشهد ده بنشوف دوريال وهي بتنزف من مناخيرها مع السلامة يا رق كدابة. بنرجع تاني الأمل اللي بيبقى اتنقذ الحمد لله، والناس دول راحوا له عشان يشوفوه عايز ايه، فبيقولهم انه يعرف واحد بيعرف يقرا ولازم يحموه من اي خطر لان هو نفسه اللي هيحميهم. اما سافان وكالب ودوريال فبيوصلوا مدينة كده عايشين في نظام فساد وظلم واستبداد، وبيلاقي واحد من سكان المدينة دي طالع يجري بعد ما اتجلد بسبب انه حرامي. طب ما حلو، فبيتكلموا معاه وبيسألوه لو يعرف حاجة عن المسحوق الأصفر اللي هو العلاج. فالراجل بيبقى فقد بقى الثقة خالص وعلى الله حكايته، وبيحس إن لو نطق أي كلمة هيتمسك يتجلد تاني. يا اسطى انت حرامي، ما تقول يلا في ايه. فبيجري منهم تاني وبيطلع سافان يجري وراه، بس للأسف ما بيلحقوش، حرامي بقى. ولما سافان بيرجع لكالب ودوريال بيلاقي رجالات غاجين قبضوا عليهم وودوهم ليه، وبتبقى واقفة معاه بنته جيزل. ولما كالب بيطلب العلاج من غاجين بيرفض وما بيرضاش يديه لحد، وبيقول لكالب انه شايله ليه هو وعياله واحفاده في المستقبل كمان. فبيحاول كالب يقنعه وبيقول له انه بيعرف يقرا وممكن ياخد العلاج يعمل منه كتير عشان يكفي الكل، لكن غاجين لسه مصمم ومش عايز يطلع العلاج، بس بيسمح لكالب انه يدخل المعمل ويشوف ممكن يعمل ايه بالقراءة اللي بيقول انه بيعرفها. اما دوريال فبياخدوها العزل عشان ما تعديش حد لانها خلاص اتصابت بالعدوى. وبعد ما غاجين بيمشي بيتسحب سافان للأوضة اللي جيزل موجودة فيها وبيجبرها تقوله على مكان المسحوق الأصفر، بس جيزل ما بتبقاش عايزة تنطق بحرف. وقتها سافان بيعرفها ان ابوها حرامي واخد العلاج اللي المفروض يبقى للقرية كلها، فبتقتنع جيزل اخيرا وبتاخد سافان للمخزن بتاع باباها، بس بتقوله ان الباب مقفول يا اسطى والمفتاح بابايا لابسه حوالين رقبته. بس سافان بيشك في الموضوع وما بيدخلش عليه الكلام ده عشان بيلاقي تراب كتير عند باب المخزن، واللي هو طب بصي ازاي ابوكي بيفتح الباب كل يوم عشان ياخد من المسحوق، وازاي الباب متراب كده.
كأن محدش لمسه من زمان. وساعتها بيدخلوا هما الاتنين يدوروا في خبايا المخزن، وبتفكر جيزل في فكرة يعملوها. وقتها كالب بيبقى في المعمل وبيحاول يقرا مخطوطات أبوه، بس ما بيبقاش عنده وقت إنه يقرا ويفهم كل ده، خصوصا إنه بدأ ينزف من مناخيره والتعب بدأ يظهر عليه. وساعتها غاجين بيقول له إنه مش هيلحق يعمل حاجة، وكمان بيرفض يديم العلاج. وفي اللحظة دي جيزل بتدخل تقاطعهم وبتقول لأبوها الحق، في حد دخل المخزن وبيحاول يسرق المسحوق. فبيطلع غاجين يجري عشان يحمي المسحوق الأصغر من السرقة، وأول ما بيوصل المخزن بيتأكد إنه موجود. ووقتها سافان بيبقى مستخبي وبيراقب غاجين وبيكتشف مكان المسحوق، وبيروح سافان عليه عشان يقتله، بس جيزل بتوقفه قبل ما يقتل أبوها وبتديله العلاج. وبيطلعوا سوا على مكان العزل عشان يعالجوا دوريال. وبعدها بيروحوا على المكتبة، وفي طريقهم بيقابلوا واحد من رجالة غاجين، فبيمسكوا سافان يكسر عظم أمه، وبيدخل بالعلاج لصاحبه كالب. وبيبقوا ماشيين هما التلاتة من المدينة، لكن بيطلع عليهم شوية من حراس غاجين عشان يوقفوهم، بس سافان وكالب بيقوموا بيهم وبيخلصوا عليهم كلهم، وبياخدوا المركب هما التلاتة وبيطيروا بيها. وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا عند جسر، فبيعدوه بحذر شديد، بس للأسف بيجوا وراهم غاجين ورجالته وبيضربوا سهام عليهم. وواحد من السهام دي بيجي في رجل كالب، مرزق برضه الولا كالب ده. وبعد ما بيعدوا الجسر أخيرا سافان بيطلب من دوريال تخلي بالها من كالب وهو هيتصرف مع غاجين. وبيروح سافان بسرعة عند أول الجسر عشان يقطعه ويوقع غاجين ورجالته، بس بيضرب غاجين سهمين على سافان فبيقع هو كمان وبيموت. وبيهرب كالب ومعاه دوريال لحد ما بيلاقوا أمل ومعاه شوية ناس، وبيبقوا شافوا المركب وعرفوا مكانهم، فبياخدهم أمل معاه على الخيل وبيروحوا عند الكهف اللي فيه بقية القبيلة. وهناك بتبدأ مجزرة جديدة بين أمل والناس اللي معاه والوحوش المتحولين. أما دوريال فبتنزل الكهف بسرعة عشان تعالج القبيلة، لكن ميرو بتبقى قتلت نفسها بدري عشان خافت تتحول وتقتل اللي معاها. وفي نفس الوقت غاجين بيوصل نفس المكان وبيرمي سهم على كالب، بس أمل بيجي وبيرمي نفسه قصاد السهم اللي هو صاحبي عشان ياخد يعني مكان السهم مكان كالب. يلا نكمل. وهنا كالب اتضايق جدا فمسك فاسه ورماه على غاجين وقتله أخيرا. وفي النهاية يا صديقي كالب بينقذ أمل وبيرجعه البيت وبيودعهم وبيودع أخته اللي بتفضل عند أمل تعلم الأولاد القراءة والكتابة. وبيتجه كالب للمدينة من تاني عشان المكتبة ويكمل شغل أبوه ويلاقي تركيبة للعلاج اللي هينقذ البشرية كلها فيما بعد. وخلص فيلمنا النهاردة يا صاحبيكا، ويا رب يكون عجبكم واشوفكم في العظمية اللي جاية. سلام.